بعد ما اختمرت زي ما انتم شايفين العجينة كانت بجد روعة ما شاء الله، حلوة جدًا. طريقة العجينة ديّة تقدروا تعملوا بيها كذا حاجة من المعجنات، عيش، باتيه، أي حاجة تقدروا تعملوها بالعجينة دي حلوة جدًا والله. حتى كمان تقدروا تعملوا بيها عيش، العيش اللي هو الشامي، تمام. هنا قطعت العجينة بتاعتي على حسب مقاسات الصواني عندك تقطعيها. المقدار اللي أنا عاملاه ده بالضبط يعمل 5 بيتزات، اللي هو كيلو إلا ربع. ال3 بيتزات اللي هم المقاسات مختلفة ل3 صواني مختلفين، نُص كيلو دقيق أو 450 جرام بالضبط دقيق يعملوا ال3 بيتزات دول. رشي رشة دقيق من تحت ورشة فوق العجينة من فوق، وتبتدي تفرديها بالفرادة، أو لو عايزة تفرديها بإيديكِ ما فيش مشكلة خالص. أنا مش باحب أحط كمية دقيق كتير تحت العجين وفوق العجين، بجد بيبقى ظاهر أوي على عجينة البيتزا بالذات. لو أنتِ رشة دقيق زيادة بيبقى ظاهر. دهنا الصينية دهنة زيت بسيطة جدًا، حطينا قطعة العجين بتاعتنا بعد ما فردناها بعصاية الشمس استخدمتها للبيتزا. دي جبنة كانت موتزاريلا نيوزيلندي.